شوبير عاد لحراسة الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة النهاردة عن الحارس أحمد شوبير وعودته لقناة النادي الأهلي في برنامج حارس الأهلي، البرنامج اللي خد كل المشاهدين، اللي استحوذ على جميع المشاهدين، واستحوذ كمان على الإعلانات اللي بتيجي لأي قناة أو أي برنامج رياضي. أحمد شوبير اللي سابوه في قناة اون تايم من فترة، وكانوا بيظنوا انه كده قطع عيش احمد شوبير يعني، والدنيا خلاص باظت معاه، لقيناه ساب قناة اون سبورت وقعد في البيت فترة يجهز في نفسه، وبعد كده لقيناه راجع في قناة النادي الاهلي، ومعاه كل الاعلانات بقى، ومعاه كل الموارد المالية اللي تساعده ان هو يكمل المسيرة في النادي الاهلي، لان احمد شوبير من العلامات البارزة في الاعلام المصري الرياضي بعد اعتزاله سنة 98. وكانت اخر مباراه ليه مع بلديه المحله سنه 98، والاهلي خد الدوري فيها، وبعد كده اتجه للاعلام، اشتغل في قنوات، في القناه المحليه الاول، بعد كده راح قناه دريم، بعد كده راح قناه الحياه. احمد شوبير كادر اعلامي جبار جدا، طلع من تحت ايده معظم الاعلاميين اللي موجودين دلوقتي. يمكن هو احمد شوبير او كابتن احمد شوبير اللي ابتدع عملية التقديم الرياضي والتحليل الرياضي من خلال البرنامج اللي كان بيقدمه في دريم. كان يميها الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه، هو برضو اللي اخترع موضوع تحليل المباريات والتحليل الفني للمباريات من خلال احمد شوبير، وجود احمد شوبير في البرامج. بعد كده الموضوع دوت كبر بقى وانتشر في الدول العربية وفي الدول الاخرى، ولكن كان اساس الموضوع وفكرة الموضوع فعلا كانت راجعه للكابتن احمد شوبير، اللي هو اول مقدم رياضي ليه بارز وليه اسمه وليه سمعته وليه تاثيره في المجتمع الرياضي. بصراحه انا عجبني جدا برنامج حارس الاهلي اللي بتقدم في قناه الاهلي. اخر حلقتين استضاف نجمين كبار جدا، فكان لازم قبل ما نتكلم على النجوم اللي استضافها كابتن احمد شوبير في حارس الاهلي، لازم نتكلم على كابتن احمد شوبير الاول، ان هو اعلامي بدرجه امتياز، راجل عرف ان هو ناجح في كل مكان. يعني كان في اون سبورت، سابوا اون سبورت وراح بعد كده قناه الاهلي، احيا قناه الاهلي، رجع قناه الاهلي تاني لمجدها. برضه اون سبورت فيها نجوم النادي الاهلي والمحللين القوية جدا، كابتن عماد متعب موجود هناك، من ناس كتيرة جدا، لكن كابتن وليد صلاح الدين، الشيخ طه اسماعيل، طبعا الناس دي كلها قامات كبيرة جدا، ولكن احمد شوبير في حتة تانية خالص في التقديم الرياضي، تحس ان هو بيعرف يوصل لاغوار اللعيبة. كمان لما راح في قناة النادي الاهلي عنده فرصة ان هو يستضيف نجوم النادي الاهلي يعني، وهم دول النجوم المؤثرين. لما نشوف استضافه نجم من نجوم النادي الاهلي بيعمل ترند قد ايه، وبيعمل انتشار قد ايه، وبيعمل هيصه في البلد قد ايه، ان في لاعب من النادي الاهلي استضافه، وبنقعد ناخد بقى امثله وناخد كلام من كلامهم ونقعد نحكي ونزيد ونعيد. كل ده طبعا بيبقى نتيجه ان في نجم من النادي الاهلي هو ضيف البرنامج. فلما يبقى ليه اولويه ان هو يستضيف لعيبه النادي الاهلي، يعني في كمان اسباب لنجاحه في قناه النادي الاهلي. كابتن احمد شوبير في اخر حلقتين استضاف الشحات في الاسبوع من 3-4 ايام، وبعدين استضاف امام عاشور بعدها بيومين. لما نيجي نشوف الشحات واسلوب الشحات وجمال الشحات في كلامه، وان هو ازاي كان في العين الاماراتي، وبعد كده ضحى بفلوس كتيره جدا عشان يجي النادي الاهلي، وازاي ان هو اثبت وجوده في النادي الاهلي وفاز مع الاهلي بعديد من البطولات العربيه والمحليه والافريقيه والعالميه كمان في كاس العالم للانديه. الشحات شخصيه جميله قوي، من ضمن الحاجات الجميله او الحاجات المميزه في شخصيته ان هو بيحب اهله جدا، راجل عطوف جدا على اهله وعلى الناس. يعني جايبين صور من خلال برنامج بيتكلم حلو قوي عن اخواته، بيتكلم حلو قوي عن ولاد اخواته، بيتكلم حلو قوي عن اسرته، تحس ان هو لاعب له قيمه كبيره جدا. ودي دايما صفات اللاعب بتاع النادي الاهلي. لاعب النادي الاهلي يا جماعه بيختلف
كليا عن اي لاعب في اي انديه تانية. احنا بنقول كل اللعيبه طبعا مفيش عليها خلاف، ولكن احنا عندنا لعيبه بتبقى متربيه على قواعد وقوانين النادي الاهلي. بعديها لقينا مستضيف امام عاشور. امام عاشور من اللعيبه اللي اثرت جدا خلال سنه او سنه وكام شهر في النادي الاهلي، اثرت تاثير ايجابي جدا جدا، ما كناش نعرفه زي ما قال كابتن احمد شوبير، ما كناش نعرفه الا لما شفنا حلقه امبارح. لما توصل لاغوار اللاعب النفسيه وتوصل يعني تفكيره ازاي، تعامله ازاي مع افراد اسرته، تعامله ازاي مع الجمهور، تعامله ازاي مع جيرانه ومع اهله، برضو بقى شخصيه محببه قوي وعرفناه اكتر. احنا فعلا ما كناش نعرف امام عاشور، كنا نعرفه ان هو الشاب الشقي اللي هو كان في الزمالك، كان ليه شويه غلطات، كان ليه شويه تجاوزات يعني، لكن لما شفناه لقيناه راجل محب جدا لوالدته. والدته قعدت تدعي له فتره كبيره قوي، فعلا ابكتنا يعني. راجل عطوف قوي على والدته. لما جم بيقولوا له مين اللي بيأثر في حياتك، قال لهم امي وزوجتي وحماتي، ومش قال لهم بس امي طبعا. فحاجه جميله قوي وقيمه حلوه قوي امام عاشور ضافها لنفسه وضافها للمجتمع. احنا بنقول ان احنا دايما السلوك الطيب والسلوك السوي هو اللي بيسيطر على الجميع، وهو ده اللي بيوصل البني ادم لقلب الجميع. اي سلوك شاذ او اي سلوك منحرف ما بيوصلش لاي حاجه. يعني عندنا اي لاعب خرج عن السلوك الرياضي او خرج عن الحاجات المتعارف عليها، يعني الجمهور بيكش منه. ما فيش داعي ان احنا نذكر لعيبه بعينها، ولكن في بعض اللعيبه في انديه اخرى يعني بداوا ان هم بيفتكروا ان مثلا لما يبقى في مشاغبات، لما يبقى في مشاكل مع الجمهور، مشاكل مع الناس، مشاكل مع الانديه المنافسه، ان ده هيبقى كويس في صالحهم يعني. ولكن ده بيبقى بشكل سلبي جدا. يعني من ضمن الحاجات الجميله قوي اللي قالها امام عاشور وقالها على كابتن الخطيب، طبعا كابتن الخطيب حاجه اسطوره يعني، قال له اول ما قال له ما تخسرش جمهور نادي الزمالك. شوف الجمال يا جماعه، شوف البني ادم اللي هو عنده سوي، بني ادم سوي. قال له ما تخسرش جماهير نادي الزمالك مهما كانت، دولت بني ادمين. احنا ما نخسرش ابدا الناس اللي حوالينا، ما نخسرش جمهورنا، ما نخسرش اللي بيحبونا ابدا. المفروض ان احنا بنحتفظ دايما بالعلاقه الطيبه وبالعلاقه الحسنه مع الجميع ايا كانت، حتى ولو اختلفت وجهات النظر، ولكن في الاخر بنحتفظ، لان في يوم من الايام ممكن الدنيا ترجع تاني في اي صله باي شكل من الاشكال، فبيكون في وضع صحيح ووضع خالي من الاخطاء ووضع خالي من التجاوزات. احنا عندنا مثلا لاعب زي شيكابالا بيعمل مشاكل هنا وبيعمل مشاكل هنا وبيتكلم هنا وبيعمل هنا. احنا دايما بندعوه بنقول له يبقى مع كل افراد الجماهير ايا كان النادي المنتمي ليه، يبقى مع الانديه الاخرى لاعب طبيعي جدا. احنا عندنا حارس نادي الزمالك اللي وقف مؤخرا لنادي الزمالك، الراجل دوت يعني معتدل جدا، راجل في حاله جدا، راجل يعني ما عندوش ان هو يغيظ الجمهور دوت عشان يضايق الجمهور التاني. لا، الكلام دوت مش وارد ومش محبوب في لعب كرة القدم. انا لما شفت امام عاشور من يومين وازاي ان هو سلوكه معتدل كده، زادت محبتنا ليه وزاد تقديرنا ليه وعشقنا ليه كلاعب في النادي الاهلي اللي بيخرج فعلا لعيبه على مستوى عالي جدا. انا بشوف فعلا امام عاشور بشكل تاني ومختلف تماما عن ما كنا معتقدينه او عن ما كنا متخيلينه عن شخص امام عاشور، لانه انسان كيوت قوي، راجل محب لاهله، راجل محب لاسرته، راجل محب لوالدته، راجل يعني فعلا على خلق. وده كله يعني نتاج عمل الكابتن احمد شوبير، ان هو بيطلع من اللاعب اللي قدامه كل اغواره وكل اسراره وكل حكاياته، وبيورينا ازاي اللاعب دوت كان وازاي دلوقتي وهيبقى ازاي كمان بعدين. لعيبه كلها محبه للنادي الاهلي، لعيبه منتميه للنادي الاهلي، كلم والده كلم والدته كلم زوجته، كلهم منتمين للنادي الاهلي، بيحبوا النادي الاهلي. ارجو بقى ان الناس اللي بتزايد على حب امام عاشور لنادي الاهلي وان هو كان زملكاوي وان هو عايز يرجع الزمالك، ارجو ان النغمه دي بقى تبطل خلاص، لان البني ادم بيبقى ليه وجهه واحده طول حياته، صعب قوي ان هو يغيرها. هو راجل كان اهلاوي زمان، لعب في الزمالك، رجع تاني بقى اهلاوي، دلوقتي انتمائه للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي
راجل سلوكياته مظبوطه جدا، حاجه تفرح يعني. فبنهني امام عاشور بان هو لعيب في النادي الاهلي، وبنهني الاهلي ان امام عاشور اللاعب الحريف لعيب في النادي الاهلي، وان شاء الله نشوف بطولات عديده فيها موجود امام والشحات وغيره من اللعيبه. لعيبه النادي الاهلي كلها بصراحه مدرسه تانية خالص وماشيه تانية خالص. لما النادي الاهلي بيدخل، لما لعيب بيدخل النادي الاهلي لا بيرجع تاني، بيعاد يعني انتاجه. يعني فعلا انا بشوف امام عاشور نسخه جميله قوي من لاعب كره قدم، ان شاء الله يبقى ليه مستقبل رائع مع الاهلي، ويبقى ليه هو وزملاته بطولات وبطولات ان شاء الله في كاس العالم للانديه. ان شاء الله نشوفه اكتر، نشوف الدوري العام، نشوف في مباريات افريقيا، ونشوف انجازات كبيره جدا. بشكركم، وكنت حابب بس اتكلم على كابتن احمد شوبير ولمعان كابتن احمد شوبير لما اتنقل لقناه النادي الاهلي اللي هو بيته الحقيقي. وفعلا نتمنى له كل التوفيق وكل النجاح ان شاء الله. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.